السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات دورة تعليم التصميم. بعتذر لكم عن الفترة الطويلة اللي أنا ما نشرتش فيها فيديوهات، الانقطاع المفاجئ ده، بس ده لظروف خارجة عن إرادتي، فياريت تعذروني. في الحلقة دي هنعرف ازاي تلم الجمبات بتاعة الفيلم. الجمبات بتاع الفيلم لو ضغطت على الشكل ده هيظهر لك الجمب اللي هو المسافة أو حركة المكنة من غرزة معينة لغرزة معينة. طيب ازاي نلم الجمبات دي؟ اولا هتشوفها الاول يعني بالعين كده. لو ضغطت حرف الاي وضغطت هوم بدأت تتحرك بالاسهم هيجيب لك بداية يعني. لو رجعنا ورا خطوة دي نقطة البداية. بعد كده ضغطة بقى بالاسهم هيبدأ يمشي لك الفيلم، يوريك الفيلم ماشي ازاي. البداية كانت من الغرزة دي وبعدين من الغرزة دي، وبعد كده عمل الشكل ده، وبعد كده جه هنا وراح على العين. فاحنا مثلا ما بين الغرزة دي والغرزة دي في جامب اهو، عايزين نلغيه. فبتيجي عند الغرزة اللي قبل الجامب تضغط insert فبيقف وبيلغي الفيلم كله. تبدأ تجيب غرزة النباتة وتمشي، مثلا هنمشي من العين من الشكل لغاية العين. بعد كده بنضغط end فاوتوماتيك بيظهر لك ان الجامب جه من عند الغرزة اللي احنا حطيناها لحد دي بداية الغرزة التانية. تضغط حرف اي معالجة، تضغط ضغطة تقيلة، بيظهر عندك هنا تحت كلمة معالجة الإطار، تكة مسطرة يقول لك معالجة الميلان، تضغط مسطرة يقول لك نقطة المدخل والمخرج. اللي هو علم عليها دي نقطة المدخل، فبتاخدها وتحطها هنا فيلغي لك الجامب في الفيلم. طيب ازاي تنظف الفيلم او الغرز الضيقة؟ ازاي نلغي الغرزة الضيقة؟ تيجي على معالجة هنا تكتب وتضغط على تنظيف الغرز. أكبر قيمة بنقول له أكبر قيمة 10 مثلا، فبيلغي أي غرزة أقل من 1 ملي. زي ما انتوا شايفين مثلا هنا كده. لو رجعنا خطوة، أما الفيلم ده كان معمول تنظيف أصلا، وليكن لو عملنا معالجة وقلنا له أصغر قيمة 30 هيلغلنا كل الغرز اللي أقل من 30 ملي، أو من أقل 30 ملي 3 ملي. لا، هيلغي أي غرزة أقل من 3 ملي. فاحنا طبعا بنلغي دائما يعني، أو في الغالب أي غرزة أقل من 1 ملي، لأن هي دي اللي بتقطع المكنة. محناش محتاجين أكتر من كده، 1 ملي أو ملي ونص. أتمنى يا جماعة منكم إن انتوا تشاركوا الفيديو عشان غيرك يستفيد برضو، لأن ده هدف الدورة. وأشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله.